السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً بكل متابعينا في كل مكان. النهاردة الأهلي داخل على مباراة ما ينفعش فيها غير الفوز لما يواجه النادي الأهلي نادي المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر. موعد المباراة: اللقاء هيقام النهاردة في تمام الساعة 5 مساءً على استاد السلام. موقف الأهلي في المجموعة: الأهلي بيحتل المركز الخامس في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد فوز وحيد على سيراميكا وخسارتين قدام إنبي وغزل المحلة. ترتيب المجموعة: فاركو في الصدارة برصيد 9 نقاط، ثم إنبي 6 نقاط، ثم طلائع الجيش 4 نقاط، وغزل المحلة 3 نقاط، ثم الأهلي 3 نقاط، بعده المقاولون العرب بنقطة واحدة، وأخيراً سيراميكا بدون نقاط. يعني ببساطة أي نتيجة غير الفوز هتقرب الأهلي من الخروج المبكر من البطولة. التشكيل المتوقع للأهلي: حراسة المرمى محمد سيحة، خط الدفاع عمر كمال، أشرف داري، ياسين مرعي، محمد شكري، خط الوسط أحمد نبيه كوكا، إبراهيم عادل، طاهر محمد طاهر، خط الهجوم حسين الشحات، جراديشار، محمد عبد الله. طاقم تحكيم المباراة: وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم أحمد عبد الله حكماً للساحة، ويعاونه كل من أحمد توفيق وهاني خيري، ويتواجد على تقنية الفيديو فار الحكم محمد الشناوي، ويعاونه خالد حسين، بينما يتواجد السيد شعبان حكماً رابعاً. القناة الناقلة تنقل المباراة حصرياً عبر قناة أون سبورت مع استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء. الأهلي داخل المباراة بعنوان واحد: الفوز ولا شيء، من أجل استكمال المشوار والعودة للمنافسة. وفي النهاية، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.